وهذه قصة واقعية حدثت العجوز بالمسنين، من العجائز الكبيرة اللي جلست في دار المسنين سنين ما جاء أحد. تقول إني أنا كنت ساكنة بإحدى القرى أنا وعيالي وأبو عيالي مستانسين مرتاحين. يقول جاء يوم من الأيام فجأة قال أبو العيال أم فلان خاوينا النبي يم الديرة. يقول قلت يا لبي هبشر. تقول وانا اطلع انا وياه. تقول وجف بي عند سوق الذهب. تقول والله اني فرحت، وتعرف اي مرة تبي تفرح بالذهب. تقول قال اختار. تقول وانا اختار هذا خذي. وقلت واجد. قال لا ما يخالف تستاهلين. تقول وانا اخذ واختار. تقول يوم رجعنا يم البيت يقول قال تري هذا الذهب هذا ما هو لك. قلت ها من هو له؟ قال لزوجته الجديدة وانتي تريد طالق. تقول لحظته ما أدري وش أسوي ولا شعرت بنفسي، أغمى علي ينقلون المستشفى صابة جلطة. تقول قعدت بالمستشفى 6 شهور ما أدري من زارون العيال ولا لا. بعد المستشفى انقلون أنا المستشفى ما عندي أحد إلى دار المسنين، وقعدت بدار المسنين 5 سنين. زارن أخوي مرة، وولدي اللي كمل 20 زارن مرة، أما بقية عيالي وبناتي ما شفت منها محل، وأنا عندي 4 عيال و3 بنات. هذه قصة واقعية. احنا ما نجيب شيء من الخيال أو نجيب شيء من المريخ، لا هذا على سطح الواقع. قصة من القصص المؤلمة اللي والله تبين قساوة بعض القلوب اللي والله إلا يلقونه بحياتهم قبل مماتهم. لأنه الحين المشكلة أنه الأمراض هذه أمراض العقوق وغيره صراحة متفشتة بالمجتمع. تلقى الواحد يبر بصديقه بزميله بخويته بزميلته بأهل زوجته بربعه بناسه باصدقائه، وابوه وامه عنده ما بربها ولا أقرباء ولا خال ولا عم. فسبحان الله، نسأل الله أن الله يحلنا من والدينا. عاد تقصد هي تقول تكفين يا طيور الحرارة في زعيلي، أبيعني ديار الأهل من الأخبار، تكفين حومي فوقهم وارجعيلي، ولا انحصلت حومة داخل الدار، تكفين حول بيوتها مدوريلي، 7 فروخ يوم أخليها صغار، شوفي ضناي وعودي وانكفيلي، وشلونهم يعلهم صاروا كبار، نسي ودفاي ونومهم في شليلي، وش علمهم يعلهم طول الأعمار، قولي لهم ان امك له عويلي 5 سنين دمعها دوم مدرار، وقولي لهم اني على طول ليلي انوح واليا قرب الصبح انهار، وقولي عيونه دايم له هميلي تبتي اليا شافت من الناس زوار، كل يوم اقول اغدي حديهم يجي، راحت سنيني ما بهم واحد زار، وانا هنا من سبتك يا الحليل، حالي تردد كل ماله وتنهار، وفرق ضناي اللي تردت بحيلي، كني على شوفاتها مصالي النار، يا ويلي يا ويلي كان عجل رحيلي، وانا لي سنين ابي لوه يا اخبار، تنكروا من يدخلون الدخيلي اللي بوصل ديارهم يا من الجار، قولي لهم يا طيور قلبي عليلي الله يكافي قلوبهم صار تحجار، وانا اللي البراق الخيال استخيلي، واقول عسى كل الشغايا للامطار، تكفين وسط ديارهم صوتيلي، شوفي عسى لاسمي مع الناس تذكار، وقولي لهم من نسيانهم يستحيلي، يلي نسيتوها ترى الوقت دوار، يا هيه يلي بس مالك هديلي، ردي خبر تكفين وامرار، شوفي أكل لي نومهم في شليلي.